السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرجاء الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. مفاجأة مدوية وتصريحات مهمة بشأن صفقة النصر العالمية. أثار الإعلامي الرياضي علي العنزي جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية بعد أن تحدث عن حقيقة صفقة انتقال لاعب وسط الميدان البرازيلي كاسيميرو من مانشستر يونايتد إلى النصر خلال الميركاتو الشتوي الحالي، حيث أكد الإعلامي الرياضي علي العنزي عبر تصريحاته الأخيرة عدم وجود أي عرض رسمي من نادي النصر السعودي للتعاقد مع لاعب خط الوسط البرازيلي كاسيميرو، نافيا بذلك الشائعات التي انتشرت حول هذا الأمر. وبحسب الصحفي الإنجليزي بين جاكوبز مساء أمس، أصبح كاسيميرو متاحا أمام صناع القرار في دوري روشن مقابل 30 مليون يورو، وهو ما تم نفيه اليوم من جانب على العنزي. وفي نفس السياق قالت شبكة جيف مي سبورت عرض النصر على كاسيميرو راتبا يصل إلى 650 ألف جنيه استرليني في الأسبوع للعب مرة أخرى مع كريستيانو رونالدو زميله السابق في ريال مدريد والشياطين الحمر. وأضافت الشبكة إن مايكل إيمينالو المدير الرياضي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين يقود المفاوضات مع كاسيميرو، وفي حال تم الاتفاق سيتواصل مع مسؤولي مانشستر يونايتد. وبحسب الشبكة ذاتها ففي حال تمت الصفقة سيصبح كاسيميرو بين أعلى 5 لاعبين راتبا في الدوري السعودي للمحترفين. كاسيميرو الذي انضم إلى مانشستر يونايتد صيف 2022 قادما من ريال مدريد لم يعد مستقبله مضمونا في قلعة أولد ترافورد، وأشارت تقارير صحفية إلى إمكانية رحيله هذا الشهر أو في الصيف.